السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. متابعيني الفخمين الجميلين الحلوين، يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله في فقرتكم المعتادة الأسبوعية كل يوم خميس، فقرة قصة وفائدة. نعم حبايبي الغالين، هذه الفقرة المحببة لدي ولديكم. اليوم عندي لكم قصة أرجو من الله جل وعلا أن تنال إعجابكم وأن نستفيد منها جميعا. نعم حبايبي الغالين، هي قصة السعودي والباكستاني والديك هذا الذكر حق الدجاج طوال العمر. اسال الله ان يسعدكم بالدارين الدنيا والاخره. حبايبي الغالي، القصه هذه جزئين، جزء بسيط منها وقصير جدا في السعوديه، والجزء الاخر في باكستان. لكن قبل اقول لكم القصه حبايبي الغالين، في امر مهم وانتم اهل لهذا الامر. اذكروا الله وصلوا على رسول الله، لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. القصة حبايبي الغالين هي قصة رجل يوم من الأيام احتد أنه يركب ليموزين، معطي سيارته أحد أو سيارته خربانة. الرجال بدأ عليه لزوم ولا بد أنه يروح فيه، وطلع للشارع وأشر له الليموزين، كدادة الليموزينات يا طوال العمر. تعرفون بعض المدن عندنا في السعودية ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيها كثافة يعني ليموزينات. أشر له ذاك الليموزين ولب صفط عنده، سلام عليكم، قال عليكم السلام، إلا هو من الجنسية الباكستانية. كيف حالك عساك طيب؟ قال له والله. يرد عليه وكأنه يتكلم مع واحد من ربعه. يا ولد حتى باكستاني ولا اللبس حقه لبس باكستاني ولا لابس لك لبس باكستاني وتسعود؟ قال لا أنا باكستاني طال عمرك. المهم قال أبغى المشوار الفلاني، واتفق معه على السعر وركب معه في السيارة. ويوم شاف أن الرجل متمكن من اللغة العربية بشكل عام واللغة السعودية بشكل خاص، انبسط منه الرجال. اقول لك ادق التفاصيل يعني في اللهجة السعودية، اللهجة ولا عامة، احنا لغتنا كلنا عربية، كلنا في الدول العربية، لكن في لهجات حتى في السعودية داخلها اللهجة الفلانية، اهل الشمال، اهل الجنوب، اهل نجدة، اهل الغربية، في لكنات ما يعرفها الا الممارس فعلا. هذا الرجل يا جماعة الخير ممارس المنطقة اللي هو فيها، مرة انبسط منه الرجال. يوم شافه بالشكل هذا قال له كيف شغلكم في الليموزينات؟ وهذا سؤال يا جماعة الخير دائما نسأله إذا ركبنا مع الكدادة. كيف وضعكم؟ كيف الشغل؟ كيف نحب يعني فضول، كيف شغلكم؟ وكيف مع كثرة الليموزينات هذه كيف تشتغلون؟ كيف في رزق في خير؟ قال له الباكستاني فيه خير وفيه الحمد لله، الرزق يجيك لو انك اللي كاتب الله سبحانه وتعالى لك من رزق بيجيك. قال والله انا عارف، لكن واجد ليموزينات واجد. قال يا ابن الحلال احيانا يوقف رجال في الشارع عشان يبغى ياخذ له الليموزين، يقول سبحان الله يمر الليموزين ولا معه ولا معه احد ابد، ويبغى مشوار. هو الليموزين هذا اللي مار يبغى مشوار، لكنه ينعمي عن هذا الشخص اللي يشير، ما يشوفه، يتعداه، والليموزين اللي وراه يوقف عنده. الله سبحانه وتعالى كاتب له الرزق انه يركب مع الليموزين الثاني، والليموزين الاول ما الله كاتب له رزق من هذا الرجل، تلقى رزقه في مكان ثاني او مع شخص اخر. ولكن بما انك فتحت باب الرزق وباب الامور هذه، انا بعطيك قصه حصلت علي او حصلت لرجل من اهالي من عندنا من ديرتنا في باكستان. قال وش اللي حصل عندكم؟ قال فيه رجال كبير، رجال شايب، وعنده اصغر عياله ولد صغير. يقول الرجل هذا فقير جدا، معدم مره، معدم ما يملك شيء، رجل فقير جدا. يقول عنده اصغر عياله لا زال صغير في السن. يوم من الايام يقول هو جالس، يقول معه حب البليله اللي هو الحمص، يقول اخذها لعبه. يقول الولد يدخلها مع الفتحه هذه مع خشمه، يدخلها من هنا، ما ادري كيف يسوي فيها طريقه، وينفخ ويطلعها مع الجهه يطلعها مع الجهه الثانيه. يقول اخذها لعبه. يقول ابوه يقول لي يا فلان لا تسوي هذا، لا تسوي، مشكله عليك، ممكن ما توقع له في دماغك الحين. والورع ماخذها لعبه، يدخلها من هنا ويطلعها من هنا، يدخلها من هنا ويطلعها من هنا. يقول كررها 3 مرات 4 مرات. يقول يوم جاء في المرة الخامسة يقول هي تدخل وهي تنشب، ينفخ
ما في فايده، ما في فايده. ما يطن بالصيام. الحقوني الحقوني الحقوني، هذه اتخرت ولعت طلعت، هذه اتخرت ولعت طلعت. يجي ابوه قال لا حول ولا قوه الا بالله. حاولوا يطلعونها ما يدرون وينها، ما يدرون وينها. الورع اصلا ما ادري كيف الطريقه اللي يسويها في خشمه. طبعا يقول له الرجال الباكستاني، يقول احنا عندنا في البلد ما احنا زيكم، انتم في خير وفي نعمه وفي يعني، ودولتكم الله يعزها موفره لكم كل شيء. احنا عندنا المستشفيات بفلوس، لازم تدفع فلوس. يقولوا الشيبه هذا فقير ومعدم ما عنده شيء يدفع، وذا الحين ابنه يتعذب، يعني ناشبه فيه الحبه هذه ما يدري وش يسوي. يقول فكر فكر فكر، قال تدري تعال خلنا نوديك المستشفى بنشوف، لعل وعسى ان يعني الدكتور اللي في المستشفى عيادات عباره عن عيادات، لعل الدكتور يعني يتعاطف مع وضعي ويعالجك، او اننا نلقى احد يساعدنا ويدفع عنا قيمه الكشف وقيمه الشيء اللي تحتاجه عشان يطلعون لك الحبه هذه. اخذ ولده وراح على المستشفى. سبحان الله العظيم. ويبدو ان عمه معهم، يعني احد اعمام الولد هذا، وماسكين الولد وماشيين به. يوم جو عند باب المستشفى، الباب اللي يدخل المستشفى جوا، الا والله في ديك. ديك يا جماعه الخير. يقول الديك هذا ما في شيء في الارض، يقول لك يدور بمنقاره ينقر الارض، يبغى شيء ياكله. ما في شيء، ينقر في التربه، يبغى شيء ياكله، ما في. ينقر هنا وينقر هنا وينقر هنا وينقر هنا. استعجبوا من حاله يا جماعه الخير، الاب واخوه، والابن عاد صغير ما ركز، لكن الاب واخوه استعجبوا من حال هذا الديك اللي يبحث يبغى حب، يبغى اي شيء ياكله، ما في شيء. طالعوا فيه سبحان الله، وكأنهم يقولون الحال من بعضه، احنا ما عندنا وانت ما عندك، لكن يرزقنا رب العالمين. لفت انتباههم الديك لفت انتباههم. المهم انهم تعدوا، ما في دينهم حل ولا حول لهم ولا قوه. تعدوا الديك، داخلين المستشفى، باب المستشفى عند قدام الديك. المهم هم داخلين زي كذا، الا والورع يتعمد. المهم ورجهت الديك وهو يعطي له ذيك العطسه. يقول لك يا منه عطس، هو عطس بس، الا والحبه تنقز من خشمه يا جماعه الخير. يقول لك الحبه انقزت مع خشمه، تقول انك ماط لك المبيله وراميها، الا وهي قدام الديك. حبه الحمص اللي ناشبت من خشمه، الا هي قدام الديك. يقول لك على طول مباشر الديك يقول بها. يقول الاب مسك راسه قال لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طبعا بلغتهم يقولون الكلام هذا بلغتهم، لكن الرجال يعلم بالعربي الباكستاني هذا. يقول قال سبحان الله العظيم، سبحان من رزقه، سبحان من رزقه ورزقنا. رزق هذه الحبه يشيرها الابن من قبل كم سنه ويلعبها يومه كله، يدخلها من هنا ويطلعها من هنا عشان تنشف في الاخير، ونجي للمستشفى عشان يلقطها هذا الديك. واحنا كفانا رجوى الناس وذل النفس، لا نقعد نترجى الدكتور ولا ننتظر احد يتصدق علينا ويعطينا يعني قيمة الكشف، قيمة العملية إذا يحتاج عملية. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وكأننا حاملين وديعة من رب العالمين لهذا الديك، رزق لهذا الديك. هذه هي القصة اللي حصلت مع الشيبة اللي عندنا اللي من ربعي في باكستان. شفت كيف الله سبحانه وتعالى رزق الديك؟ الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، لا تقلق من رزقك. يقول الباكستاني للسعودي لا تقلق، الناس شايلين هم الرزق في كل مكان، الرزق في كل مكان، بس انك توكل على الله واحسن الظن بالله وابشر بالخير. انقل القصة هذه يا ابو علي لمتابعينك، والفائدة عاد عندك، قلت ابشر على ذا الخشب.
حبايبي الغاليين، انتم تعرفون اني يهمني في كل قصه اقولها طويله قصيره، فيها اكشنات ما فيها اكشنات، اهم شيء عندي في القصه اني اطلع لكم منها فائده. انا طلعت لكم من هذه القصه فائده، وان شاء الله انها تكفي، والقصه فيها فوائد. شاركوني فيها شاركوني فيها بقناتي في اليوتيوب، تنزل عليها القصه بعد شويه. جماعه الخير، الفائده الاولى هي الرزق. اليوم اخوي الغالي، اختي الغاليه، اليوم الناس تبكي من اجل الرزق، اليوم الناس تسرق من اجل الرزق، اليوم الناس تنذل من اجل الرزق. ما عندي، ابغى تكفون، اعطوني. نسوا ان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال وفي السماء. شفت المد هذا عشان ترفع، عشان تمد مع الطالع في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا ما اقول لك حبيبي الغالي اختي الغاليه ان لا والله نتوسد مخداتنا ونجلس ونقول لا بيرزقنا، رغم ان في ناس توسدوا مخداتهم. رب العالمين كريم، ناس توسدوا وجاء له ورث في مكانه. وذكرت القصه دي لكم، الاخوين الاثنين اللي كل ما قال له قم يا ولد خلينا نشتغل، قال خلها على رب العالمين، وعنزها على قوي. جت المعاوضه حقت الارض، هذه قصه ثانيه يا جماعه الخير، لا قاعد بعطيكم منها مقطوعات بالفائده. جت المعاوضه على هذا المنسدح اللي يقول لانه ركنها على الله وكان محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اليوم نحتاج ان نقول يا رب يا رب، ونشتغل ونروح ونجي. صدقوني كل اللي في خيالك، كل اللي تشوفهم، مثلا لو تكلمنا عن الماده، المال زين، كل اللي تشوفهم في المال فوق، قد يجيك يوم من الأيام ويعرض عليك أو يعطيك بأمر الله سبحانه وتعالى وتشاركه في رزقه، ورب العالمين يبارك له في رزقه ويبارك لك فيما أعطاك. كل العطاء هذا من عند رب العالمين، هذا سبب، ورب العالمين تلقاه بيعوضه من باب ثاني. أنت اللي تسمعني، أنت يا التاجر يا رجل الأعمال، يا في ناس كثير منهم فيهم خير ويعرفون هذا الشيء، يعرف انه يعطي هذا الشيء وعارف انه بيجيه من اي مكان ثاني، بيجيه ضعف من رب العالمين. لان الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، الله سبحانه وتعالى هو اكرم الاكرمين. مستحيل ان تكون المخلوق اغنى من الخالق، مستحيل انك تكون المخلوق اكرم من اكرم الاكرمين. اللي خلق وجعلك كريم الله اكرم منك. اي شيء تخيله في الدنيا هذه الله سبحانه وتعالى أعلى منه. حبايبي الغاليين، هذه كانت قصتنا، أرجو من الله أني نقلتها لكم بالشكل الصحيح والشكل المناسب. آسف عن الإطالة، إن كان في إطالة، وفي أمان الله.